السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فاكرين نونا اختنا؟ طبعا نونا ايلون صاحبة فكرة الصابون بالبيض وبالموز بقشره وبقشر التين الشوكي. النهارده معانا فكرة جديدة من افكارها، بس المرة دي فكرة ممتازة. يعني هي اقرب ما يكون لوصفاتنا العادية اللي احنا بنعملها. عامله لنا صابونه حلوه قوي. الفكره خدتها اصلا من قناه اسمها قناه اوجي محمد. اول مره تعرف على القناه دي، شغلها حلو قوي. ممكن تروحوا تاخدوا فكره عنها. هي خدت الفكره طبعا، بس ما نقلتهاش كده نقل مسطره، لا هي طورت الفكره وحطت فيها برضو التاتش بتاعها ولمساتها وحركاتها وتكاتها زي ما هي بتقول كده بالحرف الواحد. فاحنا النهارده هنتعرف على الصابونه بالاضافات اللي هتشوفيها بالتفصيل في الفيديو. وانا مش هقيم الصابونه، انا هسيب لكم انتوا المهمه دي، انتوا اللي هتقيموا الصابونه وتكتبوا لي رايكم في التعليقات. احنا كده اطمنا على صلابه الصابونه وكمان اطمنا على رغوتها. اهم حاجه بقى نعمل الصابونه دي من الزيت اللي احنا ناقعين فيه قشور موالح. ده اول حاجه اكدت عليها نونه. طبعا انا دايما بحتفظ بالزيت بالطريقه دي، فموجود عندي باستمرار. عشان كده حبيت انبهك ان احنا هنشتغل بزيت منقوع فيه قشور موالح. هتاخدي كيلو من الزيت ده ترفعيه على النار لحد ما يبتدي يدخل في مرحله الغليان، ما تسيبهوش يغلي، تطفي النار وهو سخن كده. هتضيفي عليه معلقتين كبار مليانين من مطحون لبان الدكر، وكمان معلقتين كبار مليانين من مطحون ورق الورد، وكمان معلقتين كبار مليانين من مطحون اوراق اللافندر او الخزامه زي ما هو معروف في بعض الدول العربيه. كمان هنضيف عليه معلقتين كبار مطحونين، قصدي من مطحون اوراق الكركديه. يعني احنا معانا اوراق كركديه، معانا لافندر، معانا اوراق الورد، ومعانا لبان الدكر. كل ده هنضيفه على الزيت وهو سخن. هنغطي الزيت ونسيبه لتاني يوم، هيبقى زي ما انت شايفاه كده. طبعا اتعتق وبقى مليان ومتنكه بالروائح العطريه اللي موجوده في الاعشاب دي. هنصفيه. يعني انا ما جبتش مصفى ضيقه، مصفى عاديه بتاعه العصير اهي. يعني لو نزل فيه اي حاجه من الاعشاب دي مش هتضر الصابونه خالص، بالعكس. ممكن بس تكون ظاهره في الصابونه كده نقط غامقه، لكن مفيش مشكله خالص، احنا عارفين هي بتاعت ايه اصلا. طيب الزيت ده خلاص انا هاخده تاني ارفعه على النار، بس بعد ما احط له اضافه هتخليه معانا كانه فازلين سائل بالظبط. بس انا بحاول اخد كل الخلاصه من الرواسب اللي انا صفيتها، علشان اصلا كيلو الزيت هيكون ناقص وانا ظابطه المقادير بالظبط. الإضافة دي هي شمع العسل. شمع العسل هي قالت لي هاتي قطعة من عند العطار في حدود 20 جنيه، فأنا لما اداها لي لقيتها حجمها صغير قوي، فخليته يجيب لي قطعة أكبر شوية ب 30 جنيه. شمع العسل هبشره وهضيفه على الزيت وهرفعه بقى على نار هادية جدا يدوب براحته لحد ما يبقى المبشور شمع العسل كله داب واختفى. هتكوني مجهزة محلول الصودا، 150 جرام من الصودا الكاوية، هتدوبيهم في كوباية ونص من المية. هقلبهم كويس قوي، هسيبهم يبردوا، والزيت على نار هاديه جدا بيفك براحته خالص، وكل شويه بقلب فيه. بالنسبه لشمع العسل انا جبته مره قبل كده وكان لونه اغمق من ده، فانا ما اعرفش هو في منه اصلي وفي منه مغشوش ولا لا. انا ما اشتغلتش بيه كتير، تقريبا عملت بيه وصفه قبل كده، بس مش صابون خالص، كانت حاجه تانية. فطبعا انتوا عارفين غش التجار وكده، الا ما رحم ربي طبعا. فانتوا هتكتبوا لي رايكم في الحكايه دي. لما هتدوبي شمع العسل في الزيت وتطفي عليه وتسيبيه يبرد، هيبقى قوامه عامل زي قوام البشاميل الخفيف. انت كده عملتي فازلين سائل. هتكون الصودا بردت، هتنزلي بيها وتقلبي، واول ما القوام يبتدي يتقل المفروض هنضيف معلقه من مطحون الرز او النشا، او مطحون الشوفان، او الشبه، ومعلقتين من العسل النحل. بس انا الصراحه ما كانش عندي ولا حاجه من الاضافات دي كلها، علشان كده انا استبدلتهم باللي موجود عندي. حطيت معلقه كبيره من الشاور جل، ومعلقه كبيره من الهاند سوب، ومعلقه كبيره من بديل الزيت، وقلبت لحد ما القوام ابتدى يبان طبعا اثر قدامي. المفروض تصب بسرعه لان هو عشان شمع العسل فبيتماسك بسرعه قوي، فصب بسرعه في مرحله يعني بدري عندي شويه عشان تتحكمي في عمليه الصب. بعد ساعتين 3 الصابون بيتماسك، بس بيكون فيه تلزيقه كده. يعني هتلاقي الصابونه ماسكه نفسها بس فيها تلزيقه. التلزيقه دي بتروح بعد حوالي ساعتين 3. نصيحه بقى، سيبيه تاني يوم وفرغي القوالب براحتك وانت قلبك جامد طبعا. لو اي واحده من حضراتكم نفذت الوصفه دي وهتيجي كده بعد ما تخلص شغل في الصابونه دي تمسكها بايديها، هتحس ان انت دهنه ايدك فازلين او دهنه ايدك كريم بشره.
فانت خلاص من النهارده مش هتشتري صابون ضوف خالص، ولا هتشتري اي صابون بشره غالي، عشان طبعا الترطيب وعشان النضاره، وعشان حماية البشرة من التجاعيد، وعشان مقاومة الشيخوخة، وكل الكلام ده هتلاقيه في الصابونة اللي احنا عاملينها النهاردة. انا عايزاكي انت بنفسك تشوفي الاضافات اللي احنا اشتغلنا بيها النهاردة، وتقيمي الصابونة بناء على المعلومات اللي هتجيبيها عن كل اضافة من دول. اي واحدة فيكم عندها معلومة عن اي اضافة اشتغلنا بيها النهاردة هتكتبها لنا في التعليقات. ما تنسيش انها واخدة الفكرة اصلا من قناة اوجي محمد. بحبكم جدا ومستنية افكاركم، ودايما جاهزة انفذها معكم.